وقال المنخل ابن عامر ابن ربيعة بن عمرو اليشكري: إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري، لا تسألي عن جل مالي وانظري حسبي وخيري، وإذا الرياح تكمشت بجوانب البيت الكبير ألفيتني هش الندى بشريج قدحي أو شجيري، وفوارس كأوار حر النار أحلاس الذكور، شدوا دوابر بيضهم في كل محكمة القتير، واستملأوا وتنببوا إن التنبب للمغير، وعلى الجياد المضمرات فوارس مثل الصقور، يخرجن من خلل الغبار يجفن بالنعم الكثير، أقررت عيني من أولئك والفوائح بالعبير، يرفلن في المسك الذكي وصائك كدم النحير، يعكفن مثل ساود التنم لم تعكف لزور، ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير، الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير، ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير، فدنت وقالت: يا منخن ما بجسمك من حرور، ما شف جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري، وأحبها وتحبني ويحب لاقة بعيري، يا رب يوم للمنخل قد لها فيه قصير، فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسدير، فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، ولقد شربت من المدامة بالقليل وبالكثير، يا هند من لمتيم، يا هند للعان الأسير.